السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ولا يحلى الكلام الا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. بصوا يا حبايبي، النهارده هنعمل كشري الاسكندراني. الكشري الاسكندراني، الكشري الاصفر يا حبايبي ده اسمه كشري اسكندراني. اما الكشري المصري كلنا عارفينه طبعا، اللي هو المكرونة والشعرية والعدس والجبة والحاجات دي، والبصل المجلي الحلو. يا رب الصبر يا رب. ومعانا بيض، 3 بيضات يا حبايبي ب18 جنيه، يعني البيضة ب6 جنيه. ومعانا آخر الستريبس، لقيت دول اللي في الكيس، هنحمرهم جنب البيض. يبقى ايه معانا؟ العدس، معانا ربع كيلو عدس، حشت منه حوالي معلقتين أو 3. ومعانا حوالي نص كيلو رز حلو خالص يا دوب. يلا هنحط بقى العدس على الرز كده. بسم الله الرحمن الرحيم. العدس نظيف والرز نظيف الحمد لله. اهو يا حبايبي، هنسلق البيض ونجحرده بيض متجحرد جنب الكشري. وهنقلي حبة الستريبس ونحطهم قدام بسلامة ابني والبيض، وطبق كشري وحلو قوي رضا. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ربنا يديم علينا نعمة ويحفظها بالزوال، وأقل من كده رضا يا رب. اللهم لك الحمد. أنا أصلا قناتي يا حبايبي اسمها المطبخ البسيط. فأنا يعني أنا مبسطاها على، يعني على الناس اللي هم مثلا يعني مش يقدروا يعملوا الأكلات التانية. يعني أنا بعمل يعني بعمل فيديوهات كتير مش بصورها يا حبايبي. يعني قليل اهو لو بصور معاكم بصور معاكم الفيديو البسيط، وقليل فيديو ما بعمله ما بصوره ويكون فيه لحوم، لأن أساس قناتي اسمها المطبخ البسيط. لأن في ناس برضو في الدنيا، يعني ربنا يرزقنا ويرزقهم يا رب، ويطعمنا ويطعمهم ويطعم الجميع يا رب، اللهم آمين. فأنا الهدف من القناة، الهدف من كلمة المطبخ البسيط، علشان الناس البسيطة برضو زي حالاتي طبعا. بس أنا بعمل أكل كتير مش بصوره معاكم إلا القليل، إن كان في لحوم أو فراخ أو الحاجات من دي. طبعا أني فرن باظ، فرن البوتاجاز، من زمان ما عملتش مكرونة ولا الجلاش ولا الحاجات دي. طبعا مش عارفة أعملها فين. ممكن أعملها على الجلاش نعمل فوق، أي نعم ماشي، ممكن نعملها على، بس هينقلب طبعا. مش مشكلة إن زي ما احنا بنعمل فطير كده. أما المكرونة مش عملتها بصراحة، عشان هعملها فين؟ هسويها فين؟ يعني أنا ابني طلبها مني وتحبي فرن بايظ. ممكن أحطها لكم على البوتاجاز من فوق وأوطي عليها النار وأغطي عليها وقت الشرم. ما هي كل فيها، يعني كل حاجة فيها مستوية، بس احنا بننشفها وبنحمر الوش. قال لي يا ماما مش هتنفع، وشها هيبقى ابيض مش هتنفع. فانا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. ربنا يصلح الحال واصلح البوتاجاز. بصراحه هو مش مكفيه بتاع 2000 جنيه، لانه عاوز مفاتيح وعاوز حاجات كتير فيه يعني. فالموجود بينعمل، ومفيش حد يا جماعه يتكبر على الاكل. محدش يتكبر على نعمه ربنا ويقول ايه ده، لا مش واكل، لا بدي، لا مش كده. يعني انتوا فاهمين القصد. الجودة بالموجود اللي ربنا بيدبرهن، احنا نرضى بيه ونعمله وناكله. وبعدين العدس ده بديل اللحمة. يا حبايبي، العدس بديل اللحمة فعلا. الحمد لله على كل حال. ده بروتين نباتي وده بروتين حيواني، ده بروتين وده بروتين. وادي معانا البيض برضه بروتين حيواني، ومعانا فراخ اهي. يبقى كده ايه، رضا جو الحمد لله. اللهم لك الحمد. يلا يا حبيبي عشان نشوف هنعمل. يلا يا حبايبي، هنطبخ الرز. حطيت السمنة، هحط بالرز على طول، او هنزل بالرز. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزة استنى تسخن قوي، دي هتسيح مش مشكلة. مش عارفة السمنة بتاعت الجيش دي يعني سبحان الله عاملة زي الدهن، والله ما أنا عارفة دي نوعها ايه دي. يلا هي مرة وقعدت، مش بتسيح بسهولة. غير السمنة الفلاحي بصراحة البلدي بتاعتنا دي بتبقى مراملة كده وحلوة سبحان الله. بس رغم كده بس طعمها حلو. سبحانك يا رب. شوف لسه عاملة ازاي على المعلقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنديله فرصة بس. أنا بشوح في الرز يا حبايبي. هقفل معاكم دلوقتي. وعلى كل شيء قدير. لسه يا حبايبي بنشوح في الرز. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شايفين يا حبايبي؟ شايفة حبة الرز عملت ازاي؟ شمعت في بعضها هي والعدس. أول ما بتحطيه كده بتروح ايه الرزاية لازقة في قعر الحل. سيبيها ما تخافيش لحد ما تتشمع وتنشف كده معاكي، تدي في المادة الدهنية وتشوحي فيها اهي. انشرت معايا اهي كده. الرز خلاص اتشوح كويس، مفيش حاجة لازقة اهي. الرزاية ذات نفسها زي ما تكون كده بتتحمر معاكي وبتخف كده في ايدك وانت بتقلبي. خلاص ما عادش في حاجة لازقة في الحلة، خلاص اهو تتقلب معاكي بكل سهولة اهو. التشويح ده يا جماعة سبحان الله إن كان في الرز أو في الخضار بيدي طعم للأكل. إن كان الرز أو في الخضار طعم ما شاء الله رائع بصراحة، يعني يخليكي ترغبي في الأكل. غير ما تروحي حاطة الرز وحاطة فوق منه المية مباشرة، وغير ما تروحي مثلا زي ما في ناس بتعمل برضه تحط القعد تخليه يغلي وبعدين تنزل بالرز. أنا بحب طريقتي دي بصراحة، عمري ما هغيرها لأن عارفاها إنها حلوة. يلا أنا كده هنزل بقى بالقعد. أنا حاطة المية على النار تسخن. بسم الله الرحمن الرحيم. المية سخنة يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 أحط شوية كمان، شوية صغيرين. بسم الله. تمام كده. أنا حطيت الملح، حطيت معلقة مساحة كده من الملح.
يلا هوريلكوا بقى هو بيستوي أو هو يلا يا حبايبي، هنا جبت حلة الرز على العين الهادية شوية، واحنا بنحمر في البيض وبنحمر في الستريبس مع حضراتكم. ده وده ما شاء الله الكيس الستريبس ده حلو يعني، بيبقى فيه كتير، انا عملت منه ما شاء الله كتير يعني كذا مرة اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي اسمه ايه؟ البيض المتجحرد. ماشي حبايبي، يلا هنشوف بقى الصينية كده المبسوطة ان شاء الله. يلا يا حبايبي خلصنا الفيديو، يعني دي أكلة شخص، أكلة فرد واحد، يعني الصينية دي بألف هنا وشفا على قلبه يا رب، لابني فرد واحد. أنا حمرت بالطين إله، والمش اتحمر دي إلي ماشي. معانا الستريبس، آخر الستريبس، معانا المخلل اللي جميل وريحته حلوة جدا، ومعانا الطماطم دي لها 20 يوم عندي حبايبي من يوم ما شريت القفص، وهي ما شاء الله عليها. يلا يا حبايبي بألف هنا وشفا على قلوبكم، ومش تنسوني من اللايك يا حبايبي والاشتراك بالله عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة.